السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في وصفة جديدة في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غادي نوجدوا حرشة ديال الشعير، البلبولة رقيقة. نبدلوا الطريقة المعتادة ديال الحرشة ديما الحرشة ديال السميد. غادي نحتاجوا في هذه الوصفة رابعة ديال البلبولة رقيقة، 2 كيسان ديال الماء، 4 كاس ديال زيت الزيتون، كاس ديال السميد رقيق، معلقه هنا كبيره ديال الخميره الفوريه، معلقه صغيره ديال السكر. اللي عنده العسل يقدر يدير العسل، انا ما عنديش، درت معلقه صغيره ديال السكر. هنايا شويه ديال الزعتر والملح حسب الذوق. هنايا غادي نزيدوا هذا الماء على هذه البلبوله، وغادي نخليوها واحد الساعه على ما رطبت لينا وشربت لينا هذا الماء مزيان. صافي نخليوها واحد الساعه على ما رطبت لينا وعاد نرجعوا نكملوا الوصفه. بالنسبه اللي بغى يدير البلبوله ديال الشعير الغليظه يدير ليها الماء طيب ويبيتها ليله كامله باش يلا دوك الحبيبات ديالها كيرطابوا. الا درناها البلبوله الغليظه وما خليناهاش القدر الكافي معطبه في الماء، واخا كنديروها طيب في الفران كتجي الحرشه شويه الحبيبات ديالها قاصحين. هادشي علاش اللي مزروب يدير غير هاد البلبوله رقيقه. انا حنت صايمه بغيت نفطر بها، داكشي علاش درت غير هاد البلبوله رقيقه، ولكن حتى هي كتجي زوينه. هنا من بعد ما رطبنا هاد البلبوله في الماء هي شرباتو، ولكن كيبقى شويه ديال الماء. فاش غادي نزيدو السميد رقيق غادي يشرب هذاك الماء اللي بقى. دابا نضيفو الخميره هي الاولى، نزيدو هاد المكونات الاخرى. نزيدو الزيت، نزيدو السميد رقيق، السميد رقيق كيزيد يشرب لينا داك الماء اللي بقى. صافي الا خليناها غير شويه غتزيد تعقد، لحقاش السميد حتى هو فاش كنخليوه شويه كيشرب هذاك الماء حتى هو. خديت هاد المول دهنتو بشويه ديال الزبده ورشيت السميد رقيق لداخل. صافي ونديرو هاد الخليط هنايا. الا عندكم تقدروا ديروا مقله ثقيله، تقدروا ديروا هاد المول، اي مول كان عندكم تقدروا ديروه، ماشي بالضبط ديروا مقله. صافي ونسخنوا الفران على درجه ديال 200 يكون سخون، حيت هاد الحرشه كتبغي الفران سخون بزاف ماشي بحال الكيكه. صافي نديروها طيب ومن بعد نتلاقاو ان شاء الله. هذه الحرشه ديالنا من بعد ما طابت جات محمره وزوينه، والبنه ديال زيت الزيتون مع الزعتر مع
البلبوله ديال الشعير جات بنينه زوينه. جربوها وبالصحه والعافيه.